زيدان اسم بارز في عالم كرة القدم، يجسد رحلة مدهشة من لاعب عظيم إلى مدرب استثنائي. ولد زيدان في 23 من يونيو عام 1972 في مرسيليا، وبرز كأحد أفضل نجوم الوسط في تاريخ اللعبة. لعب لأندية كبرى مثل بوردو، يوفنتوس وريال مدريد، حيث حقق إنجازات هائلة، منها فوزه بكأس العالم عام 1998 مع منتخب بلاده. بالإضافة إلى عدة ألقاب مع الأندية. بعد اعتزاله في عام 2006 انتقل زيدان إلى عالم التدريب. بدأ كمدرب لفريق الناشئين في ريال مدريد، ثم ترقى ليكون مدرباً للفريق الأول في عام 2016. في فترة قصيرة أظهر زيدان قدراته الاستثنائية، حيث قاد ريال مدريد للفوز بدوري أبطال أوروبا 3 مرات متتالية، مما جعله واحداً من أنجح المدربين في تاريخ المسابقة. أسلوبه التدريبي يعتمد على الفهم العميق للعبة والقدرة على تحفيز اللاعبين وبناء فريق متماسك. زيدان رمزاً للإبداع والنجاح في كرة القدم، وقد ترك بصمة واضحة في عالم التدريب.